خويا أنا مرديف أصيل منطقة قفصة، عايش في جبل بريسك. برشا حقائق وبرشا حكايات صحيحة، وأقسم بالله وعزة ربي وجلالته حكايات نتاع جن صحيحة وقعونا يعني. عسيلو نحن نسكن قراب الجبل، الجبل ما يبعدش علينا كيلومتر. أولاد قفصة جبل الجزائر ما بين تونس والجزائر، نعرفوه بقعة بقعة. خذينا لوازم الرحلة كلها موالفين نمشي أنا ود عمي ديما، من ساعات نباتو ساعات نعملوا نهير، ساعات ما نباتوش. المهم نمشوا بالنهار كامل من بعد الصبح حتى الآخر النهار. نهار هذاك دخلنا خرجنا من بعد الصبح، دخلنا للجبل، توغلنا المنطقة يقولوا لها 3 ديار نتاع رومان قدم في وسط الجبل داخل. مع العشية فايت وعرضونا جماعة ولاد جهة، نحنا قصدين 3 بيوت خاطر الدنيا باردة، هذوما نتاع رومان جو في وسط الجبل الداخل. ديار ما شاء الله فرجة، أما موالفين نقيلوا فيهم يعني، نقعدوا فيهم نتغدوا ونكملوا مشوار متاعنا. عصيلوا عرضونا الزوز في الطريق ولاد جهتنا العشية فايت، هما قصدين المروحين. نبهونا من الدار الثالثة، قال لك بات في الأولى ولا الثانية وماذا بكم ابعدوا على الدار الثالثة، راه وقع عنا. أنا قلت هذوما جماعة يفذلكوا علينا ولا بيركش يخوفوا فينا، والخوف من الله عز وجل. حصيلوا قبلها واد كبير في جبل، هبطنا هزينا برشا حطب خاطر باش يطيح علينا الليل، لازمنا الحطب ياسر حطب، مشوا ياسر حطب باش نطيبوا منه، باش ندفوا منه، وباش يبقى منه في الصباح زين نطيبوا منه فطورنا. مع العلم اللي معايا يعني قمة في الشجاعة، قلت له الليلة الدار الثالثة هي اللي باش نباتوا فيها، وكي نجو خارجين باش نكتب اسمي أنا وياك فيها، ومع ذلك كان رجعوا باش يلقوا أسامينا الزوز. وهنا الديار ما يبعدوش 3 على بعضهم، كل واحدة تبعد 4-5 متر على الأخرى. إلى وصلنا الدنيا بدت تظلام، حطينا الحطب، حطينا زادنا وزوادنا، جبدنا طيبنا بردتاية، طيبنا مقرونة، عملنا الشوا شايدين مصيب ما شاء الله، حكينا فدلكنا ضحكنا، وقاعدين في الدار هذه الثالثة. جاء الوقت مع 11 كيك الدنيا باردة اللي باش نستراحوا فيه، جبدنا شمعة حطيناها في الدار. من أول ما دخلنا الشمعة يزم ما يطفاش، الدار ظلمة، عنا باكو شمعة، الصياد يعرف ديما يهز معاه الشمعة. هاي شكون باش يرقد وشكون باش يفيق؟ قلت له برا صاحبي، ثم عملنا طاوة كما نقولوا نحنا مجمار، ثم مجمار باين قدام الباب. قلت له ارقد انت، هاني تو نبقى انا 2 و3 سوايع، ومن بعد فيق نفيقك نرجع نرقد انا، زي ما نرقدش الزوز. هجبد تغطى بالبرنوس، لزيت له ثم قرنا في الاخر مقابلني الباب، رقد. بقيت انا فايق عادي، ما نشرب التاي، الشمعة المقرون في يديا، فايق بحذاه. وهنا يا صديقي العزيز تضرب حجرة في الطاوة تدخل للدار الداخل، جمرة فركت من بعض. وهنا يا صديقي ركبني شوي شك، شطر 50 قلت بالكش القزدرية سخنة الطرجقت وحدها كيما حاجة باردة وبدت تسخن الطرجقت، هي متاع حديد قديم. فاق اللي معايا شنو قلت له حاجة عادية، يمكن حديد سخن من نار ولا من نفحم، عمل لك الطرشيقة. بينما أنا شفت ضربة حجرة دخلت، ضربت في وسط الطاوة هذيك، نقول لها طاوة مجمار هذاك نسموه طاوة، ودخلت. ما عاد ركبني شك الحصيل، وكمل رقد الطفل اللي معايا. بقيت أنا ساهر تعاود نفس الضربة، تضرب الحجرة زيد وتدخل للدار. ذي عاد شفتها قدامي، مرة الأولى كذبت، الثانية شفتها قدامي. فيقت اللي معايا، فاق وحكيت له ما صدقش. وهنا يا صاحبي الوقت نص الليل ويمكن وربعه، شفت التليفون قال نص الليل وربعه، مع العلم هو عنده مقرون وانا مقرون. هو يا صاحبي بدال حجر، يعني حجر كما تعرف انسان، مش حجرة صغيرة، لا حجر كبير يضرب في الدار اللي نحن في وسطها. ساعة تدخل حجرة من جنبين نحن على الشيرة اليسار، ونشوفه في الحجر يضرب في الدار. وهنا يا صديقي ركبنا الشك، قلنا الجماعة اللي عرضونا العشية ولاد الجهة هذوما حابين يعملوا بينا ليلة، فمع ذلك لازمنا نخرجوا، وحتى وكان قبلونا يمكن باش توقع مشكلة كبيرة، خاطر ما يجيش إنسان البيت ونحن متوغلين في قلب الجبل باش يعمل العملة هذه، لازمنا نخرجوا لك. خرجنا أنا والطفل اللي معايا، بشوية بدينا نعيطوا من الباب، يا ودي ما يجيش، راهو كذا، راهو باش توقع كارثة، راهو كانوا تفدليك، هذا باش تطيح فيه الرقاب، ماهوش تفدليك، وكلام زايد.
فت شوية الحجر، ما عاد ثم حد شي. خرجنا التورش وخرجنا، مشينا للدار الثانية بربشناها ما نلقوا حتى حد. مشينا للدار الثالثة بربشناها ما نلقوا حتى حد. هنا وين خزر لي وخزرت له، قلت له الحكاية صحيحة. قال لي ما تقول الكلام، ثم شكون متخبي في الجبل وبقي يعاملنا كيف هكا. فلذا الليلة يا راسي براسه، اللي معايا إنسان شجاع ياسر وأنا كيف نخاف كم مرة. حصيلوا المنطقة كلها اللي بجوارنا في وسط الجبل، وفي الجبل معناها متعمقة بشيرة يمكن مسافات طويلة يعني ما يوصلهاش إنسان. قالش كي يمشي نهار كامل باش يوصل لها. كانت نص ساعة واحنا ندوروا على البلاصة كاملة، يعني مشطناها البلاصة كاملة، ما ثمش حتى إنسان في الجهة هذيك بتاتا. عودنا شعنا الحطب، رجعنا للدار عودنا شعنا الحطب، ونسمعوا في أصوات ناس تحكي أما الصوت ما هوش مفهوم. برشا ناس تحكي، واللي هو مال بالجبل يعرفها الضربة هذه. احنا عادة نسمعوها أما في منطقة ماشي في الديار، كيما نقولوا غلو إنسان في قهوة، أما اللغة ما هيش مفهومة. ومن بعد ربع ساعة بالوقت نحن في الدار الداخل، استر ربي في الدار، ويهجم علينا الحجر كيما المطر بالضبط، نفس هبطت علينا الحجر من كل بقعة. اللي معايا وش العمل؟ لا ولدي هركح فك عليك خلينا نثبته. جبد المقرون، خرج يديه من شيرة الباب، الحجر يضربه هو، بدا بلو كرتوش بالوجوه نتاع المقرون يضرب في البلايص اللي جاي منها الحجر. قاعد أطلق أكثر من 20 خرطوشة نتاع صيد من البلاصة الباب صغير هو. أكثر الجهة اللي جاي منها الحجر أكثر من 20 خرطوشة صيد. قاعد أطلق أكثر من 20 خرطوشة نتاع صيد من البلاصة الباب صغير هو. أكثر الجهة اللي جاي منها الحجر أكثر من 20 خرطوشة صيد. مع العلم أنه داخ في الخرطوشة 20 داخ في بالي معنا يعني 3 ساعة من عقرب وإلا لفعة ولا تفقدت يديه، ما في حد شيء، ما في حتى جرح، يتنفس أما هو غايب تماما عن الوعي. حصيله بديت نقرأ أنا عليه، هو يعني في القرآن نقرأ عليه، حط يدي على راسه، نقرأ في المعوذتين، نقرأ في آية الكرسي، قريت الأواخر تاع سورة البقرة بالصوت عالي مرتفع. ثم عرفت إنه السلاح الوحيد عندي القرآن. بقيت نقرأ في القرآن، فت الحجر الساعة ما يقارب 3:30. بقيت نقرأ وهو دايخ، عرفته دايخ ما هوش مضرور أما دايخ الله أعلم مناش. نسمع في الصوت، نسمع صوت امرأة قالت كيما ضريتونا أني ضريته، والله أعلم. هذا الصوت واضح يعني تعاود 3 مرات.